with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear with you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة. سنة سعيدة عليكم جميعا ان شاء الله. النهارده يا حبايبي هنعمل اكلة جميلة جدا مع بعض. هنعمل ايه؟ تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة كده انا عندي صدرين فراخ كانوا في التلاجة عندي، مش عارفة هعمل بيهم ايه. قلت كده لو عملتهم كده مش هيكفوا حد، تعالوا بينا بقى نعمل بيهم وصفة جميلة وهتكفي كل افراد الاسرة. هنعمل ايه؟ هنجيب الصدرين كده ونخليهم زي ما احنا شايفين. هنبدأ نرفع كده الجلد من عليهم والجناحات والدهون وكل حاجة من عليهم زي ما احنا شايفين كده اهو. هنعمل حاجة عظمة، حاجة جميلة جدا جدا. كل المصريين بيحبوا الأكل اللذيذ دي. تعالوا بينا بقى نغسلهم كده ونظبطهم مع بعض. بعد ما غسلناهم كده يا حبايبي هنبدأ ايه؟ ان احنا نقطعهم كده زي شرايح البانيه اهو بالشكل ده. كل حاجة كده وكل خطوة قدامكم، مش هنحوش منكم اي حاجة، خطوة اول باول هي معانا. هنبدأ نقطع بقى قطع الفراخ ديت لايه؟ قطع صغنونة كده، قطع صغنونة خالص. شايفين؟ قد كده صغنونة خالص بالشكل ده زي ما احنا شايفين بالشكل ده. تعالوا بينا بقى على النار نطبق الكلام بتاعنا ده. حط معلقتين زبدة بلدي كده جمال، نبدأ نسيبهم كده يسيحوا، وهننزل بقطع الفراخ بتاعتنا ندبلها كده ونشوحها كده في الزبدة. حاجة عظمة، حاجة جميلة جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنفضل نقلب يا حبايبي، نقلب 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 كده في الايه، في قطع الفراخ بتاعتنا. معايا بصلة كده مبشورة او مقطعة قطع صغيرة، وهنفضل نقلب نقلب لغاية ايه ما البصلة بتاعتنا تدبل كده مع الفراخ. في الناحية التانية انا حاطة مية بتغلي، هسلق ايه؟ مكرونة قلم بالشكل ده زي ما بوريها لكم. نقلب قلب. هنحط فلفل اسمر، عندي كمان ايه، عندي كده حبة فلفل الوان كده كانت مفرزين في التلاجة، هجيبهم كده نحطهم مع قطع الفراخ بتاعتنا. حبة كده ايه هننزل بيهم كده على الفراخ، وهنفضل نقلب نقلب. هنضيف ايه كمان؟ هنضيف بقى حبة الملح، وهنسيب الكلام ده ايه يستوي كده مع بعض. تعالوا نرفع الحلة دي ونجيب الحلة التانية هنا اهو بالشكل ده يا حبايبي. دي المكرونة بتاعتنا كانت بتنسلق، وطبعا احنا عرفنا احنا هنعمل ايه، هنعمل احلى بشاميل النهاردة. بعد ما صفينا المكرونة بتاعتنا وجبنا نفس الحلة كده بالشكل ده، ونحط فيها الزبدة بتاعتنا او اي مادة دهنية انت هتستخدميها. هنجيب بقى الدقيق بتاعنا، هنحط كده ايه كام معلقة؟ هنحط 6 معالق من الدقيق. ادي 2 3 4 5 6. هنفضل نقلب بقى نقلب. حاسة كده ان انا ايه هحتاج لمعلقة كمان، هحط ايه؟ هحط كمان معلقة. تمام، بس معلش ما جاتش وانا بحطها، حطيت معلقة كمان من الدقيق. وهنفضل نقلب كده لغاية ما نشم ريحة الدقيق بتاعتنا كده طالعة اهو بالشكل ده زي ما احنا شايفين. انا كنت غالية اللبن من بدري، هجيب اللبن بقى وهضيفه على ايه البشاميل كده بالشكل ده، او الحليب زي ما انتم ما بتسموه. هنفضل بقى نقلب نقلب. ايدينا بقى ما تسيبش البشاميل خالص عشان ما يكلكعش معانا. هنفضل نقلب نقلب. عندي كده جبنة ميكس كده الحمد، جميلة جدا. شايفين البشاميل بتاعنا؟ ادي الميكس بتاعنا زي ما بقول لكم اهو. هضيف بقى ايه حبة كده من الجبنة الميكس كده على البشاميل بتاعنا، بصراحة بتخليها جميلة جدا. وهنفضل نقلب 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 كده لغاية ما ايه ما ندوب كده الجبنة بتاعتنا مع البشاميل. احنا مش هنضيف ملح دلوقتي ولا اي حاجة. هنحط بقى ايه حبة فلفل اسمر كده
حطي بقى فلفل اسمر، البشاميل اللي بيحب ايه الفلفل الاسمر، متقلقوش المعلقه دي صغيره خالص. هنفضل نقلب 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 كده البشاميل بتاعنا زي ما احنا شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن جميل جدا. هندوق كده البشاميل نشوفه محتاج لملح ولا لا، عشان احنا حاطين ايه جبنه والجبنه بتبقى مالحه. حطينا حبه كده من الملح وهنفضل نقلب نقلب كده. خلصنا البشاميل؟ لا ما خلصناش، لسه عندي حبه ايه، عندي حبه كريمه لباني. لا لازم انا اخلي البشاميل بتاعي كده، ادلع البشاميل بتاعي كده. يلا بينا نجيبها نحطها كمان، هي حبه صغيره بس هنضيفها هتعزز معانا ايه الطعم وكده زي ما احنا شايفين اهي. هنضيف بقى ايه الكريمه اللباني بتاعتنا هي زي ما احنا شايفين، حاجه عظمه جدا وحاجه جميله جدا جدا، حاجه فاخر من الاخر. هنفضل نقلب نقلب يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده. خلاص البشاميل بتاعنا خلص، تعالوا بينا نشوف الخطوه اللي بعد كده. انا عندي الصينيه بتاعتي اللي انا هستخدمها، تمام. انا حاطه فيها معلقه زبده كده صغننه من تحت، وهحط عليها شويه بشاميل. هجيب بقى حبه من المكرونه كده وهقلبهم كده في الصينيه على بعض زي ما احنا شايفين. المكرونه بتاعتي انا صفيتها ما غسلتهاش بالميه، لا ولا حطيتها ولا صفيتها تحت ميه بارده زي ما احنا شايفين اهي. ما نغسلهاش بالميه او نصفيها تحت ميه بارده يا جماعه. هنفضل نقلب كده يا حبايبي المكرونه بتاعتنا في البشاميل، ونحط بشاميل كمان ونظبط كده ونفكك كده المكرونه من بعضها. فكك 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 كده ونقلب نقلب نقلب المكرونه ايه في البشاميل. وهنضيف بقى بشاميل، انا بحب اغرق المكرونه بتاعتي بشاميل، بصراحه بتبقى تحفه وحاجه جميله جدا. جربي المكرونه بالبشاميل بالفراخ، لذيذه 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 جدا جدا. هنفضل نضيف بشاميل زي ما احنا شايفين كده. عملنا اول طبقه، هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين حاجه عظمه. حطينا الطبقه التانية كده من المكرونه، وهننزل بقى بالبشاميل كده من فوق كده على الوش كده بشاميل. يلا ضيفي بشاميل بشاميل يلا، حاجه جميله وحاجه لذيذه جدا جدا زي ما احنا شايفين. وهنفضل نضيف نضيف كده في البشاميل. خلاص كده؟ لا مش خلاص، هنجيب بقى جبنه موتزاريلا كده وندلع ايه الجبنه، ندلع الصينيه بتاعتنا. هنضيف كده حبه جبنه على الوش كده، وهندخل الصينيه الفرن ونشوف بعد كده يا حبايبي مع بعض العظمه بتاعتنا عامله ايه. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجه لذيذه جدا جدا وجميله جدا جدا. شايفين المكرونه بتاعتنا حاجه عظمه، حاجه تحفه تحفه تحفه. احلى واجمل صينيه مكرونه ممكن تعمليها في حياتك. حاجه جميله، حاجه لذيذه ومش مكلفه نهائي زي ما احنا شايفين، يعني حاجه عظمه. يا ريت اللي وصل معايا لحد هنا يا حبايبي ما ينسينيش في اللايك وفي الكومنت. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.